بعد أن جلس يوسف على العرش وسجد إخوته بين يديه وبخلق رفيع يليق بأصحاب الصبر، لم يعاتب منهم أحدا، ونسب الأمر كله إلى الشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لم يتساءل لماذا كان عليه أن يعاني سنوات طوالا مع أبيه، لم يسأل لماذا فعلتم بهذا، بل قال إن ربي لطيف لما يشاء، وأوكل كل شيء إلى الله إنه هو العليم الحكيم. أيقنت بعدها أن الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء، وأنه لا بد أن يحيط أهل الضلال والحساد بالصالحين، إلى درجة أن يبتلي الله أنبياء في أبنائهم كنبي الله نوح، وبإخوتهم كنبي الله يوسف، أو بزوجتهم كنبي الله لوط. وفهمت أن الفرج لا يأتي إلا بعد أن يصل الصبر إلى نهايته، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء.